المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا أعزائي المشاهدين. اليوم غادي نهضروا على المنتخب المغربي وقدرات وليد الركراكي. واش فعلا المنتخب المغربي ولا تائح بين الدفاع والهجوم؟ واش وليد الركراكي اللي كان معجزة في مونديال قطر بدا كيتعذب باش يلقى الخلطة السحرية من جديد؟ ولا يمكن المشكل في طريقة اللعب اللي تبدلات من الصرامة والانضباط إلى البحث عن الهجوم والفرجة، ولكن بلا توازن، بلا هوية واضحة؟ المغاربة كاملين اليوم كيسولوا نفس السؤال: علاش وليد رغم كل التجارب مازال ما شدش التوليفة المنسجمة؟ واش تبدل الأسلوب من خط دفاعي صارم إلى أسلوب هجومي مفتوح هو اللي خلق هاد الخلخلة اللي كيشوفها الجمهور، ولا كاين شي حاجة أعمق من هكاك؟ منين كتشوف المنتخب المغربي كتحس أن الركراكي عايش واحد المرحلة ديال الانتقال الصعب. في مونديال قطر الفريق كان منضبط، منظم، واقعي. اللاعبين كانوا كيعرفوا كل حركة، كل تمركز، كل دقيقة شنو يديروا. الدفاع كان حديدي، الوسط كيغلق المساحات، والهجوم كيعتمد على المرتدات السريعة والفعالة. وكانت النتيجة إنجاز عالمي وتاريخ مشرف. ولكن منين خرج المنتخب من داك السياق وبدا كيبغي يتحول لفريق هجومي، الأساليب تشابهت والهوية شوية تضبابت. ما بقاتش داك الصرامة ديال قطر، وما وصلناش بعدا للمستوى الهجومي اللي كنا كنتسناو. الركراكي كيبان بوضوح أنه مازال كيقلب على الانسجام بين الدفاع والهجوم، على داك التوازن الذهبي اللي يخليك ما تخسرش الصلابة الدفاعية ولكن في نفس الوقت تكون عندك جرأة هجومية، سرعة في التنقل، واختراقات تقدر تكسر الدفاعات ديال المنتخبات الإفريقية اللي كتسد الممرات بحنكة. المنتخب المغربي في هذه المرحلة كيبان بحال التلميذ ذكي، ولكن باقي ما عرفش يعبر في الامتحان الجديد. دار التحول ولكن مازال ما شدش الهوية الكاملة ديال الفريق اللي يهاجم بثقة. فعلا الركراكي بغى يبدل الخطة من خطة دفاعية صارمة إلى أسلوب هجومي أكثر انفتاح، ولكن ملي دار داك التبدال اختلطت عليه الميكانيزمات، تدخلات الأدوار، وولينا كنشوفوا الفريق تائه بين فكرتين: يحمي المرمى ولا يهاجم الخصم. في بعض المباريات المنتخب كيخلق فرص كثيرة ولكن كيبان ما منسجمش، تمريرات كتضيع، الضغط كيتفك، والخيال غايب. كأن الهجوم مازال ما عرفش كيفاش ينسق ولا كيفاش يخترق بسهولة المنتخبات اللي كتسد في وجهه كل ما مرات. الركراكي واعي بهذا المشكل وحاول يدخل لاعبين جداد يعطيونا حلول في الأطراف والهجوم، ولكن حتى هاد الدم الجديد باقي ما خداش الوقت الكافي باش ينسجم. راه الكرة الحديثة ماشي غير أسماء، هي منظومة كتولد من التفاهم، من الحركات اللا إرادية، من النظرة اللي كتجمع لاعبين بلا ما يتكلموا. وشي مرات كتحس المنتخب المغربي كيهاجم بزاف ولكن بلا فكرة جماعية واضحة. كل واحد كيبغي يدير شي حاجة ولكن ما كاينش داك الرابط القوي اللي يخلي الفرصة تحول لهدف. وهنا بالضبط خاص الركراكي يخدم بزاف. راه ماشي عيب تبدا بخطة دفاعية، ولكن المشكل هو تبقى فيها بزاف حتى تولي متردد في التبدال. اليوم المنتخب خاصو أسلوب هجومي واضح، ضغط من قدام، تمريرات قصيرة وسريعة، تنوع في المحاولات، مرة من الوسط، مرة من الجنح، وواحد اللي يعرف يسجل من نص فرصة. وزيد عليها ضربات الخطأ والركنيات. هادشي خاصو يكون سلاح. ما معقولش نضيعوا كرة ثابتة في كل ماتش بلا نتيجة. في العالم كامل كاين مدربين كيربحوا كؤوس غير بضربات ثابتة مدروسة، وحنا عندنا طاقات كبيرة ولكن خاصها التنظيم والابتكار. رحيمي بسرعته، الكعبي بتحركاته، ولكن خاصهم واحد الإيقاع اللي يربط بيناتهم ويحول اللعب من محاولة فردية إلى منظومة هجومية. وليد الركراكي عارف هادشي وكيجرب يلقى الخلطة، ولكن الوقت كيجري وكأس إفريقيا قريبة وما بقاتش الأعذار. المنتخب المغربي ماشي أي منتخب، راه منتخب ديال طموح أمة
وشعب كيتنفس الكرة وكيبغي يشوف بلادو في القمة. اليوم الكرة في ملعب الركراكي، خاصو يقرر واش يبقى في فكر الدفاع اللي جاب النتائج ولا يغامر ويخلق اسلوب هجومي متكامل يهد الاعتبار للفريق. الجمهور ما طالبش من المستحيل، بغى غير يشوف منتخب متوازن منسجم، يهاجم بثقة، يدافع برجولة، ويعطي فرجة تشرف الراية الحمراء اللي فيها نجمة خضراء. وفي النهاية راه الطريق ما سهلش، ولكن الأمل باقي كبير. المنتخب المغربي عنده كل شيء باش يكون في القمة، غير داك الانسجام المفقود يرجع. ومن اللي يرجع ساعتها ما غادي يخاف من حتى منتخب، لا في إفريقيا لا في العالم. أعزائي المشاهدين، إذا عجبكم الفيديو المرجو الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنواصل الرحلة معكم. تحياتي وإلى اللقاء في فيديو جديد.